السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الحواوشي البلدي. عملته قبل كده معاكم على الصفحة والحمد لله عجب ناس كتير منكم، وهعمله المرة دي ان شاء الله بطريقة اسهل واسرع. تعالوا قبل ما نبدأ نسمي بسم الله ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا كمية اللحمة. انا في اليوم ده ما شاء الله كان عندي ضيوف وعملت كمية كبيرة من الحواوشي. تمام. لو في نسبة دهون بسيطة يا ريت، مفيش مشكلة. المعلقة اللي هتفرق في الطعم جدا معلقة كبيرة من اللية، دي بجد اللي هتخلي طعم الحواوشي جميل جدا. مش متوفر ليا مفيش مشكلة، بس دي اللي هتفرق. كمية اللحم هتكون قد كمية البصل. لو معايا كيلو لحمة هيكون كيلو بصل، لو كيلو ونص هنخليها كيلو ونص بصل. تمام. هيبقى مفروم خشن شوية مش ناعم قوي، وعليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من توابل الحواوشي من عند العطار، يا اما في كيس او تبقى سايبة، بس دي برضو بتخلي طعمها جميل جدا. مش متوفر برضو مفيش اي مشكلة. دي برضو طعم جميل جدا. حاجة اسمها كوبابة صيني برضو عند العطار، وبس كده. دي بالنسبة لتوابلنا. طيب هحط عليهم فلفل الوان بيخلي طعمها جميل جدا، وخمس فصوص من الثوم، كله مفروم في الكبة. وهبتدي اعجن عشان كل المكونات تتجانس مع بعضها. تمام. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق، وده عشان اللحمه تبقى متماسكه، ما تبقاش مفروله وانت بتفرديها في الرغيف، ما تبقاش تمشي يمين وشمال، يبقى الدقيق هو اللي خلاها متماسكه. هسيبها بس نص ساعه ترتاح وهبتدي احشي. هجيب العيش البلدي الصغير خالص، الصغير بيبقى مقرمش وفي نفس الوقت طري. الكبير لا، الكبير بحس ان هو بيستوي في منه بيستوي في منه لا. فهفتح بالطريقه دي، وهجيب كرة كده حلوه محترمه، وهفردها من جوه الرغيف بايديا، وتبططي عليها كده من فوق او تضغطي عليها عشان تخلي اللحمه تلزق في الرغيف، ما تت... وانتي بتسويها ما بتزحلقش يمين وشمال. هعمل معاك واحد تاني. الحواوشي من الاكلات اللي هي ما ينفعش تعملي جنبها حاجه تاني. هو حواوشي ممكن حاجات بقى محمره، بطاطس، سلطه، طحينه، الحاجات اللي زي كده يعني. تمام كده احنا خلصنا الكميه بتاعتنا. جبت صينيه الومنيوم ودهنتها بالفرشه زبده وزيت. يعني الطبق اللي قدامكم ده فيه شويه من الزبده وشويه من الزيت، ودهنت الصينيه بتاعتي او الصاج او اي حاجه متوفر. احط الحواوشي بتاعي في الصينيه وهبتدي اسويه على درجه حراره 180 في الرف الاول اللي هو بعد الارضيه بتاعه الفرن، ومن وقت للتاني هيبقى ايدي فيه على طول واقلب فيه، مش بشغل شوايه ولا اي حاجه. بدهن الوش من فوق بالفرشه بالزيت والزبده او السمنه، وابتدي ادخله الفرن عشان يستوي. الحواوشي خرج من الفرن كان جميل جدا الحمد لله. معروف عند ضيوفي ان انا بعمل حواوشي اطعم والذ وانضف من المطاعم بكتير جدا. يكفي جودة، يكفي نظافة، يكفي اللحمة دي نوعها ايه بالظبط. كان جميل جدا وما خدش مني وقت خالص ولا اي تكلفة. هو بس اللحمة والحمد لله. شايفين اللحمة مستوية ازاي من جوه ولازقة جنب بعض، مفيش اي لحمة مثلا متنطورة يمين ولا شمال او واقع من في الرغيف. وبكده الفيديو بتاعي يكون انتهى. اتمنى يا رب يكون نال اعجابكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.